سيدنا الربيع بن خيثم رحمه الله هو أدرك عصر النبوة، لكنه لم يرى النبي فليس بصحابي، لكن كان من العباد، كان له ورد قرآني ما يتخلاش عنه، وكان له ورد في قيام الليل ما بيتخلاش عنه، ومع الصيام والقيام أصيب بالهزال والضعف، فجاءته ابنته في ليلة من الليالي وجلست بجواره بعد العشاء بقليل، وقالت: يا أبتي، من أعز الخلق عندك؟ قال لها: حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: أستحلفك بحبك له أن تستريح الليلة ولا تقوم الليل. ليه كده؟ طيب ليه؟ قلت له: أنا شايفك مرهق وتعبان وعيان، وبعد كده قيام الليل ده نافلة يعني، فزي بعض ادينا الليلة دي راحة. قال لها: يا بنتي الأمر لله، أنت شكت علي أعز الناس. فلما هم أن يرقد قال: اللهم إنك تعلم أن السهر قيام الليل يعني أحب إلي من النوم، لكن ابنتي ساقت علي أعز الناس عندي حضرة النبي محمد. فغفلت عيناه فرأى نفسه أنه ذاهب إلى البصرة، هو من سكان الكوفة، البصرة دي في العراق، الكوفة دي في سوريا، فرأى نفسه داخل إلى أسواق بصرة، وإذ بمنادي ينادي عليه ويقول له: يا ربيع، يا ربيع. قال: نعم. قال: أبشر، فإن الله زوجك بميمونة، وسيكون اللقاء بينكما في جنات النعيم. بشرى. فاستيقظ وقال: ميمونة من أرض بصرة؟ أبا نروح نشوف إيه الأخبار. فلما وصل إلى أسواق بصرة اجتمع الناس حوله، قيمة وقامة، علم من أعلامنا، سيد من التابعين الكبار، فرحبوا به وجلس معهم، ثم سألهم: أتوجد عندكم امرأة تسمى ميمونة؟ قالوا: نعم، ميمونة المجنونة. قال: ماذا؟ قالوا: ميمونة المجنونة. قال: وفيما كان جنونها؟ انتوا ليه قلتوا عليها مجنونة؟ قالوا له: دي بترعى الغنم نظير أجر، وتيجي آخر النهار الأجر تشتري به تمرا وتوزعه على اليتامى والأرامل والمساكين، فإذا ما جن الليل بعد العشاء وقفت في محرابها تصلي وتبكي طوال الليل حتى تهيج كل جيرانها فلا يستمتعون بنوم، فذهبوا إليها وطالبوها أن تستريح لتريح. قالت: وكيف يستريح من يعرف أن حبيبه لا ينام؟ حرام على المحب أن ينام. فقلنا إنها مجنون. قال: لا، ليست هذه أوصاف المجانين، هلا دللتموني على مكانها؟ قالوا: الآن هي في خارج البلدة ترعى الغنم. فسار إليها حيث وصفوا له، فوجدها تحت ظل شجرة تصلي وتبكي بين يدي الله، فجلس وراءها، لكنه رأى شيئا عجبا، رأى أن الذئاب تحرس لها الأغنام. هذا قانون معكوس، يعني العداء شهير. الديابة، الذئاب تحرس الأغنام، ده شيء إيه ده؟ فلما فرغت من صلاتها قال لها: السلام عليكم. فالتفتت إلى الوراء ونظرت إليه وقالت: عليك السلام يا ربيع، الموعد هناك، الموعد هناك، ألم يتضح لك الأمر في الرؤيا البارحة؟ قال: يا أمة الله، أخذني الشوق إليك وأود أن أسألك كيف تحرس الذئاب الأغنام؟ قالت: أصلحنا ما بيننا وبين الله فأصلح الله ما بين الذئاب والأغنام. إذا صلح قلب العبد مع الرب أصلح الله كل شيء حوله. ثم قالت له: يرحمك الله، ألا أسمعتني شيئا من ذكر الله فإني أحن إلى لقاء الله؟ فبدأ يقرأ عليها ما تيسر من سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال: وربنا يصف مشهد من مشاهد العذاب في الآخرة: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا
فصرخت وشهقت ثم أسلمت روحها إلى الله. حملتش لأنه اللقاء هناك. قعد هو يتحسر ويضرب كفا بأخرى. فوجئ بمجموعة من النسوة أحضرن طستا وأكفانا وأقبلن إلى المكان، فنظر إليهن: وأنتن من أخبركن أنها فارقت الحياة الدنيا؟ قالوا: طوال عمرها تقول: يا رب لا تقبض روحي إلا في وجود الربيع بن خيثم. فلما علمنا أنك وصلت إلى المكان قلنا إن الأجل قد حان، فأحضرنا الماء وأحضرنا الأكفان. نعم أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. سيدنا الربيع بن خيثم رحمه الله هو أدرك عصر النبوة، لكنه لم يرى النبي فليس بصحابي، لكن كان من العباد. كان له ورد قرآني ما يتخلاش عنه، وكان له ورد في قيام الليل ما بيتخلاش عنه، ومع الصيام والقيام أصيب بالهزال والضعف. فجاءته ابنته في ليلة من الليالي وجلست بجواره بعد العشاء بقليل، وقالت: يا أبتي من أعز الخلق عندك؟ قال لها: حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: أستحلفك بحبك له أن تستريح الليلة ولا تقوم الليل. ليه كده؟ طيب ليه؟ قلت له: أنا شايفك مرهق وتعبان وعيان، وبعد كده قيام الليل ده نافلة يعني، فزي بعض ادينا الليلة دي راحة. قال لها: يا بنتي الأمر لله، أنت شكت علي أعز الناس. فلما هم أن يرقد قال: اللهم إنك تعلم أن السهر قيام الليل يعني أحب إلي من النوم، لكن ابنتي ساقت علي أعز الناس عندي حضرة النبي محمد. فغفلت عيناه فرأى نفسه أنه ذاهب إلى البصرة. هو من سكان الكوفة، البصرة دي في العراق، الكوفة دي في سوريا. فرأى نفسه داخل إلى أسواق بصرة، وإذ بمنادي ينادي عليه ويقول له: يا ربيع يا ربيع. قال: نعم. قال: أبشر فإن الله زوجك بميمونة، وسيكون اللقاء بينكما في جنات النعيم. بشرى. فاستيقظ وقال: ميمونة من أرض بصرة؟ أبى نروح نشوف إيه الأخبار. فلما وصل إلى أسواق بصرة اجتمع الناس حوله، قيمة وقامة، علم من أعلامنا، سيد من التابعين الكبار. فرحبوا به وجلس معهم، ثم سألهم: أتوجد عندكم امرأة تسمى ميمونة؟ قالوا: نعم، ميمونة المجنونة. قال: ماذا؟ قالوا: ميمونة المجنونة. قال: وفيما كان جنونها؟ انتوا ليه